كل سنة وانتوا طيبين. رمضان كريم علينا. النهاردة بقى دمست الفول في البيت وبقى أقل التكاليف. يلا تابعي معايا الفيديو للآخر، ما تنسيش اللايك والشير. شايفين منظر الفول عامل ازاي؟ كان زبدة. جربت كتير وقليل وجبت من كل المطاعم، ما عجبنيش اي فول. بس النهاردة بقى انا تحديت كل حاجة وقلت انا لازم اعمله. ما عملتش الفول ليه؟ كلكم لازم تعملوا الفول البيتي، موفر جدا وبيفضل معاكي وقت كتير في التلاجة ومش بيبوظ معاكي. تابعي معايا بقى الفيديو ووريكي بقى منظر الفول الجميل الاصفر ده، اللي طبعا يعني احنا بندور على مطاعم كتير قوي عشان نجيب نفس اللون، ما بيطلعش معانا كده. اجيب الفولية ما بتدينيش اللون ده ابدا، وتركات بسيطة جدا. وعايزة اقولك ان هو ما خدش معايا سوى الا ساعة واحدة بس. تقدري بقى تصدقيني؟ هقولك ازاي. يلا بقى بينا نروح على الوصفة بتاعتنا ونسمي الله ونصلي على الرسول. جبت معايا فول مدشوش، معايا الكمية دي كانت حوالي ربع كيلو، وجبت عدس اصفر، وجبت معايا فول من التاني اللي احنا هندمسه. نقعت الفول دوت معايا لمدة ساعة بس، ما نقعتوش كتير يا جماعة عشان القشرة بتاعته ما تطلعش من عليه. هي ساعة زمن. وكنت غاسلة الحاجات دي كلها ومصفيهم. هاجي بقى هنا في البولة بتاعتي وهعمل ايه؟ هرمي كل الحاجات اللي انا وريتها لكم دي على بعضها. العدس بتاعي والفول المدشوش من عند العطار، كلها حاجات بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. والبطل بتاعنا بقى في الوصفة دي كلها حاجة بسيطة جدا هقول لكم عليها دلوقتي. والليمونة دي لازم تبقى موجودة في قلب الفول بتاعي. والبطل بتاعنا النهاردة هو بودرة الزعفران. يا دوبك يا جماعة تحطوا طرف المعلقة الصغيرة وتدعكوا بيها كل الفول بتاعنا، الفول المدشوش والفول الصحي، بيبقى ده شكله. بودرة الزعفران دي تحفة بجد في اللون، عند اي عطار بتتباع. وتجيبي القدرة بتاعتك وتنزلي بيها على الفول بتاعك على طول. كل المكونات اللي انت حطيتيها على بعض دي تحطيها، وتكوني بقى غالية مية في الكتل، وتقومي مالية القدرة بتاعتك للآخر، وتسيبيها وتغطيها كلها كويس قوي. تقومي حكماها كويس قوي بالورق الفويل بتاعك والغطا فوقيها، وتوطي عليها النار. الحركة دي يا جماعة بتخلي الفول يستوي معاكم بسرعة البرد، واللون بتاعه بيبقى هو نفس اللون اللي انت شفتيه. ده كل اللي بيحصل ايه؟ بودرة الزعفران هي اللي بتخلي اللون بتاعه كده. وانا عايزة اعرف انت بتتابعيني من انهي بلد. نسيب الفول بتاعنا بقى يستوي، وما تنسيش الشير يا قمر بتاعنا للفيديو. وهنوطي على الفول بتاعنا لمدة ساعة واتفرجي على الفول بتاعك. بجد بأمانة يا جماعة طلع تحفة. كل يوم اطلع من التلاجة واطلع حبة واوضبها، ولا اي تكلفة ولا شراء من بره خالص. وده بقى كان شكله معانا بعد ما خلص تحفة بجد. ما تنسينيش في اللايك بتاعك يا قمر.